بعض علماء السنة يقولون عني معتدل لكن يحتاج إلى أن يهتدي إلى الإسلام. إن شاء الله أنا أسأل الله أن يهديني إلى الإسلام. لكن المشكلة عند السنة والشيعة اثنيناتكم سوا مش مهتدين إلى الإسلام بنظري أنا. اثنيناتكم سنة وشيعة خربتم الإسلام. اثنيناتكم مذاهب على اختلافها أدخلتم في الدين ما ليس فيه. اثنيناتكم تروون كذبا عن رسول الله وأهل بيته والصحابة. اثنيناتكم أحدثتم في الدين ما ليس فيه. اثنيناتكم ابتدعتم في الدين ما ليس فيه وأدخلتم في الدين ما ليس فيه. أنا اللي أسأل الله أن يهديكم إلى الحق. أنا أهتدي إلى الحق. أنا زلمة تخليت عن كل الموروث، عن كل البيئة التي عشتها، عن كل الدرس الذي درسته، لأنني وجدت آية في القرآن بخلاف ذلك. تخليت. هل أنتم لديكم الجرأة أن تتخلوا عن كل هذا الموروث الذي عندكم عندما يتبين لكم الحق من كتاب الله؟ أنا أشك، بل مش بس أشك، أقول أنكم غير صادقين مع أنفسكم. غير صادقين مع أنفسكم، لأنه في كل قلب سني بذرة كره للشيعي، وفي كل قلب شيعي بذرة كره للسني. وهذا أول الغيث، هذا أول الخطأ الذي تعيشونه سنة وشيعة. هذا أول الخطأ، أنكم مش قادرين تحبوا بعضكم، ورب العالمين أمركم بحب بعضكم. ورب العالمين ما عنده سنة وشيعة، عنده إسلام، عنده إسلام فقط. فأنتم اللي بدكم ترجعوا إلى الإسلام، مش أنه والله الإسلام الصحيح هو أهل السنة والجماعة. لا يا عمي. ولا الإسلام الصحيح هم أتباع أهل البيت الشيعة. لا يا عمي. الصحيح ما وافق كتاب الله، وهذا اللي بيقوله الإمام علي عليه السلام، وهذا اللي بيقوله مو أنا. وإذا بدي أعد قديش عندكم خلاف كتاب الله سنة وشيعة بخلصش قد ما الله أعطاني عمر. ما بخلص قد ما الله أعطاني عمر. يمكن يعطيني بعد لقدام عشنا 100 سنة يمكن، وبضلني عد أبخلصش مما أدخلتموه في الدين وزورتم في الدين. هذا اللي الإمام علي عم يقول. وهذا أمتى؟ قبل بعد ما حدا زور، بعد استوى 3-4 فرق مثل ما عم لكم كانوا موجودين: الخوارج، المرجئة، جماعة معاوية، شو أبو موسى الأشعري كم واحد.